من الكلام اللي قالوا جبدت القضيه نتاع ايوب المسعودي. ايوب المسعودي نذكروا المستشار السابق في رئاسه الجمهوريه مكلف بالاعلام. كان ايوب في جويلية 2012 وقت صارت الترحيل نتاع بغدادي محمودي اعتبر مسألة خيانه وبطل وقتها ما عادش مستشار معناها نتاع الرئيس، وتم الحكم عليه بعام سرسي توا ومازال التعقيب يظل نهار 3 جويلية كان مانيش غلط. ايوب مسعودي من فرنسا معنا بالتليفون. عسلامة ايوب. عسلامة، اهلا وسهلا. شنو احوالك؟ الحمد لله الحمد لله. من فرنسا هنك نحكي يظهر لي من فرنسا. من فرنسا. غدر طواعية ولا شنو بالضبط؟ خاطر نعرفوا مازال فما حكم. لا، غدر طواعية. انا منذ صدور الحكم الحقيقة منذ 4 جانفي 2013 ترفع يعني تحديد السفر اللي دام 7 اشهر بدون طبيعة تبرير وبدون يعني موجب قانوني، ولكن غادرت يعني بعد ذلك ومشيت وجيت على تونس، وكان اخر يعني عوده لي من تونس في 6 جوان الفارط، فانا قاعد نمشي ونجي على تونس ونسافر يعني بشكل طبيعي. والتعقيب نتاعك 3 جويلية نذكروا انت عندك عام مع تاجيل تنفيذ التهمه اتانت لا دينيتي دو لارمي بالعربي شتجي هذه التهمه هي المس من هيبه المؤسسه العسكريه وكرامه الجيش، تحقير الجيش الى اخره، ولكن الحكم هو عام السجن مع تاجيل التنفيذ، ولكن ايضا ثم احكام تكميليه تعد سابقه في تاريخ القضاء التونسي هي الحرمان من حقوق القضاء المدنيه والسياسيه، بما فيها الحرمان من الوظيفه العموميه، حمل السلاح، يعني تقليد المناصب السياسيه الى اخره. باهي حرمان من حمل السلاح، ولا كان عندك سلاح ولا حاجه؟ والله نحب نعلق على الحكم، نجم نعلق على الحكم. هو الحكم يعني الحكم هذا نعتبر بصراحه يعني الهدف منه كان اكثر ربما نوع من حق المعنويات، يعني ضرب اي صوت حر ينتقد يعني مسيري ويعني القياده العليا للمؤسسه العسكريه. ويعني على كل انا كنت يعني علقت على هذا الحكم سابقا وقلت يعني انا سلاحي هو القلم، والقلم لن ينتزعه مني حتى واحد، يعني هذا حد الساعه انا قاعد نكتب وقاعد نعبر يعني بالقلم نتاعي عن ارائي وافكاري، وما يعني لن ينتزع هذا السلاح مني. بقي يعني حمل السلاح اللي يتحدث عنه يعني القضاء العسكري، اذا كان لزم الامر يعني باش واحد يحمل سلاح من اجل الوطن نتاعو يحمل باذن الله. ايوب، احنا في ال3 سوايع نتاع البارح نتاع سي جنرال رشيد عمار فما جزء منهم تكلم على قضيه البغدادي المحمودي وعلى القضيه نتاعك وجاوبك. احنا باش نسمعوا الجزء هذايا ومن بعد باش نرجعوا باش ناخذوا موقفك منه نسمعوه. البغدادي المحمودي قال وقتها أيوب مسعودي بأن خيانة عظمى لأنه يعني الرئيس لم يعلم بتسليم البغدادي المحمودي. سي أيوب مسعودي مرة أخرى أنا في باي الله يسامحه، لا يسامحه، قل لي أنت ما على بالكش باش يسلموه، نقول لك على بالي، وقلتها حتى في الشهادة لأني أنا في القضاء ما نتصل بي كشاهد، مش قلت أنك على علم. إيه قلت على علم. ما علمتش القائد الأعلى للقوات المسلحة. هو القائد الأعلى للقوات. اسمعني يا عشق، هذا صار مجلس وزراء، في المجلس الوزراء تقرر بالإجماع أو بالنسبة كبيرة بتسليم تقريب مجلس وزراء متكون من وزراء من النهضة ومن المؤتمر ومن تكتل، فماش حد اخر فيهم واحد برك مستقل هو سي عبد الكريم الزبيدي. يوم 23 جوان عملنا عيد الجيش بالاكاديميه العسكريه، 3 رؤساء موجودين في الاكاديميه العسكريه، كمل المهرجان العسكري، فما بتي بو قعدوا مع بعضهم الليل الكل، معناها حيز زمني لا باس به. منه غدوه احنا عندنا زياره الى الجنوب التونسي، شنو باش نجي نقولوا سيد الرئيس انت على بالك اليوم باش يعطيوا فلانه سلموها؟ هذا مش وارد بالكل، مش وارد. لا باش نقول له لا باش يسلموه ولا فهمت، لا راهم الموقوفين في العوانه باش يهزوهم للمرنقيه. احنا عندنا زياره مبرمجه عندها اسابيع، ورغم الاحداث اللي صارت بالجنوب التونسي خاطر وقتها صدينا الى مجموعه زاد كيف فهمت، لا حاول تدخل التراب التونسي، قلنا له راهي ماهيش امنه وكذا وماذا بيك ما تمشيش وكذا، قال لا صر نمشي، قال نمشي، مشينا. بقى انا راني تبهت كيف الناس الكل، وقت لا علم السيد الرئيس علم الا معناها البغدادي المحمودي يتسلم وتغشش، انا قاعد بات شفيتهم بيت ما نطقتش بكلمه، حتى الحديث اللي صار بينه صار هو سي عبد الكريم وهداه وكذا وفهم وتحدثوا مع بعضهم شيء يعني حتى ما سمعتوش انا. ثم
عظمى معناها سي ايوب يقول خيانه عظمى. انا سي تليجراف ايش دخلني انا في الخيانه العظمى ولا مش خيانه عظمى؟ وايش دخلني في البغدادي المحمودي؟ راهو تجني، راهو تجني على الانسان اللي قدامكم، راهو تجني. هذا قرار سياسي اتخذه رئيس الحكومه في مجلس اخذاه مجلس وزراء مش حتى رئيس الحكومه واحد. ثم ظهر بعد السيد حماد الجبالي بعث برساله الى رئيس الدوله والى رئيس مجلس التاسيس يعلمهم فيها بتسليمه الى السلطه الليبيه. لكن وقت تجي انت وتقول لهم الامر بتاعكم هذا راهو خاين، وقت انا كنت بحداهم في برج خضراء وهبطنا في بير بيستور وعندنا من المراكز هذه في الصحراء هذه كما قلت لك ما فما كان هما وربي يكعبش يخمموا يقول هذا عندنا هو خاين، هذا عرفنا خاين، هذا تسمعوا كلامه، هذا راهو تجني كبير. سوريا كلام على راديو كلمة 90.7. هذا اللي قاله رشيد عمار رئيس أركان الجيوش الثلاث في أيوب المسعودي. أيوب المسعودي معنا في التليفون. تجني قال رشيد عمار الكلام اللي انت قلته، كانت توضح لنا تجاوبنا أيوب. نعم، بلاي أنا ساعة قبل كل شيء نحب نأكد على حاجة، هو أنه نظن التوانسة تعبوا من المناكفات وتعبوا من النقاشات يعني التي لا جدوى منها في الفتوات وفي الإعلام إلى آخره. وأنا نحب نتفادى ربما شخصنة المسألة هذه، وأنا يعني حتى إذا كان شرد مانيش شرد على شخص يعني رشيد عمار. ونحب بلاي قبل ما نرد نحب نوجه اول حاجه تحيه لمؤسسه الجيش، ونحب يعني نحييهم ونبارك لهم يعني بمناسبه عيدهم، عيد يعني بعث مؤسسه الجيش الوطني في 24 جوان 1956. وفي نفس الوقت نترحم على ارواح الشهداء في صفوف الجيش والحرس الوطني والامنيين ايضا. هذه اول حاجه. فبالتالي نحب ناكد على انه كلنا نكن كل الاحترام وكل التقدير لهذه المؤسسه، مؤسسه الجيش الوطني اللي هي مؤسسه في خدمه الصالح العام. ثاني حاجه انا نحب نفصل بين المؤسسه والاشخاص. المؤسسه يسيرها اشخاص، رشيد عمار هو من بين هؤلاء الاشخاص، هو وسعد الكريم الزبيدي ويعني اطراف اخرى يعني في القياده العليا للمؤسسه العسكريه. هؤلاء الاشخاص هم ليسوا فوق المساءله وفوق المحاسبه، هؤلاء الاشخاص يعني يصيبون ويخطئون، وعند الخطا يلزم واحد ينقدهم ويحاسبهم ويسائلهم ويحاسبهم اذا اقتضى الامر ذلك. هذه اول حاجه يعني خلينا نتفقوا في المبدا. ثاني حاجه رشيد عمار لما يتكلم يقول خيانه عظمى، انا في تصريحاتي لم اذكر عباره الخيانه العظمى. انا خاطر عندها عواقب قانونيه يعني هو شوف الدقه مهمه جدا. لانه اذا كان باش نبداو نتجناو يعني نذكر اشياء لم يعني اصرح بها، هذاك يعني يولي التجني اللي هو يحكي عليه رشيد عمار. انا نحب نقول انا تكلمت ووصفت يعني جريمه التهريب البغدادي المحمودي وطريقه تسليم بغدادي المحمودي بانها خيانه دوله، وهي جريمه سياسيه وتوصيف سياسي لجريمه سياسيه. لم تشارك فيها القياده العليا العسكريه وحدها. انا ذكرت اذا كان ترجع لتصريحاتي في فصل المقال بتاريخ 15 جويليا، انا يعني انتقدت يعني تسليم بغدادي المحمودي وخاصه كل الاطراف التي شاركت في هذه العمليه، بما فيها اطراف من صلب الحكومه كرئيس الحكومة، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير الخارجية، ووزير الدفاع أيضا. فبالتالي هذه الجريمة السياسية شاركت فيها عدة أطراف. ولكن اللي صار بعد ذلك يوم 19 جويليا الحكومة صدرت بيانا يعني انتقدت فيه التصريحات نتاعي وحركت القضاء العسكري، ويعني حركت القضاء العسكري لإثارة يعني قضية ضدي وتتبعات يعني قضائية ضدي. هذه حبيت فقط نشير لها أنه القضية هي قضية سياسية بامتياز تم تسييسها من طرف الحكومة ووضعت القضاء العسكري في الواجهة، ويعني تحت غطاء يعني المس من هيبة المؤسسة العسكرية إلى آخره. لا أحد في هذه القضية أراد أن يمس من هيبة المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية نحن نحترمها ونكون لها كل الاحترام، ولكن أنا نعتبر أنه السيد رشيد عمار يعني أخل بواجباته عندما أخفى المعلومة عن رئيس الجمهورية، وقد رافقه طوال يوم التسليم يوم 24 جوان هو السيد عبد الكريم الزبيدي، ولم يعلن رئيس الجمهورية بالتسليم. أيوب سامحني، هو قال كان سمعني، هو قال ما كانش دوره انه يعلموا
هذه قرار اتخذ في مجلس وزاري باجماع كبير ياسر. هذا كله لغط. شوف هذا كله لغط ويعني تهرب وتصفي للمسؤوليه. السيد رشيد عمار هو قائد اركان الجيوش الثلاث، وهو خاضع للقائد الاعلى للقوات المسلحه اللي هو رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه يرأس مجلس المجلس العسكري، والمجلس العسكري له صلاحيات تقدير يعني كل القرارات التي يمكن ان تمس الامن الداخلي والامن القومي في تونس. انت تعرف بعد تسليم بغدادي المحمودي تم الهجوم الاعتداء على سفاراتنا وقنصلياتنا في بنغازي، وتم الاعتداء ايضا على معابر الحدود الليبيه التونسيه، ويعني العديد من المواطنين والجاليه نتاعنا في ليبيا تعرضوا للتهديدات وتعرضوا للاعتداءات. رئيس الجمهوريه يعني صرح في اكثر من مناسبه علنا انه كان ضد هذا التسليم، وهو المسؤول المباشر، والسيد رشيد عمار هو خاضع لسلطه رئيس الجمهوريه. تسليم بغدادي المحمودي يعني كان قرارا احاديا اتخذته الحكومه ونفذته يعني سلطات عموميه، وزاره الدفاع وسكنة العوينة كانت طرف منها. سكنة العوينة خاضعة للمؤسسة العسكرية اللي بدورها خاضعة للسلطة المدنية الشرعية ولرئيس الجمهورية رأسا لأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة. السيد رشيد عمار يعرف أنه في المؤسسة العسكرية ما نسميه بواجب رد الخبر، يعني كل مسؤول عسكري عليه أن يرد الخبر للمسؤول المباشر، والمسؤول المباشر للسيد رشيد عمار هو سي عبد الكريم الزبيدي ورئيس الجمهوريه بالطبيعه. يعني واضح ايوب. ثم حاجه اخرى بالله نحب نشير لها، هو انه طوال القضيه نتاعي طلبت المكافحه مع السيد رشيد العمار، وايضا طلبت المكافحه مع السيد حسين الدماسي. علاش طلبت المكافحه مع السيد حسين الدماسي؟ لانه في اواخر جوان 2012 كان تتذكروا السيد حسين الدماسي تحدث عن صفقه ماليه تم بموجبها تهريب السيد بغدادي المحمودي مقابل يعني مقابل مادي. انا طلبت المكافحه معها باش نعرف من استفاد من هذه الصفقه الماديه والصفقه الماليه، وطلبت المكافحه مع عديد من الوزراء منهم السيد رشيد عمار وسيد عبد الكريم الزبيدي وحتى رئيس الجمهوريه، وتم يعني مجابهه كل يعني المطالب الدفاع بالرفض. فبالتالي انا نحب نقول انه زلنا نبعد على شخصنا. القضيه لا تعني، هي ليست قضيه بين ايوب مسعودي ورشيد عمار، نحن في مرحله تأسيس تتطلب عقيدة تأسيس وتتطلب يعني إيمان بضرورة التأسيس وبناء مؤسسات تحترم القانون وتحترم المؤسسات. تسليم البغدادي المحمودي لم يحترم الدستور، وانتم تعرفوا انه من بين المهمات اللي طلع بها الجيش هو حماية الدستور، فبالتالي تم الإخلال بهذا الواجب لما تم خرق هذا الدستور الصغير الذي يحكمنا في المرحله الانتقاليه. واضح. ايوب عندي سؤال اخير، معناها اذا كان نبعدوا على المساله، انت قلت ما نحبوش نشخصوا المساله، كان نخرجوا من الجواب اللي يتعلق بالقضيه نتاعك. كيفاش ظهرت لك معناها 3 سوايع البارح؟ اول مره تقريبا معناها اذا كان نستثنيو وقت اللي خرج وقت القصبه واحد وتكلم قدام العباد رشيد عمار، اول مره بمثل هذه المده واعطى عديد التصريحات في برشا مواضيع. شنو فهمك، شنو تحليلك للسورتي بوبليك البارح نتاعو؟ نعم. اول حاجه بالله حبيت في يعني في اشاره برقيه، انا البارح كنت اتصلت بقناه التونسيه لطلب حق الرد، ولكن لم يتم يعني الاستجابه، وتم مماطلتي في اخر المطاف، يعني لم اتمكن من التدخل رغم اتصالاتي العديده. قالوا لك باهي يعني من بعد قالوا لك لا، ولا انت قلت؟ والله ما قالوا لي استنى، يعني كلمت مرتين وثلاثه، في كل مره يقولوا لي استنى شويه قاعدين نشوفوا يعني مع يعني المعد الحصه، وفي اخر المطاف قالوا لي ما عادش، ما لم يتبقى له من الوقت الكافي لمنح يعني في المباشر هذايا في المباشر نعم في المباشر. واكدت انه انا حاجتي بدقيقه ربما دقيقه باش نرد يعني على ما قاله السيد رشيد عمار، ولكن في اخر المطاف لم يتم منح حق رد، بينما يعني تم يعني منح 3 ساعات للسيد رشيد عمار الذي ذكرني بالاسم، ويعني لم اتمكن من هذا الحق. يعني اذا كان نرجع المضمون ما قاله السيد رشيد عمار البارح، انا بالنسبه لي ثم 2 محاور اساسيه طرق لها السيد رشيد عمار. ثم المحور الاول هو بالطبيعه محور الارهاب. أنا نظن أنه في الحديث وبصفة عامة كان ثم هناك نوع من التصفي من المسؤولية، ويعني ثم هناك نوع من التبرؤ من أي مسؤولية داخل يعني المعركة هذه اللي يعني اللي قادتها الحكومة والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية ضد الإرهاب. السيد رشيد عمار يعني يتكلم على يعني إخلالات وإخفاق
في الاستعلامات، وتحدث وقال انه الحرب ضد الارهاب تتطلب يعني 90% مجهود يعني استعلاماتي و10% مجهود عملياتي، يعني التدخل في الميدان والقتال الى اخره والهجوم على يعني الارهابيين. في هذا الكلام أنا الحقيقة استقرأت نوعا من التحميل يعني الحكومة والسلطة السياسية مجسدة في الترويكا، لأن الاستعلامات هي خاضعة للسلطة التنفيذية وللأمن الداخلي، وبالتالي ثم نوع من تحميل هذه المسؤولية للحكومة. وكأنه السيد رشيد عمار يقر بنوع من يعني نوع من التفكك، أنا أسميه تفكك الدولة وانعدام يعني تواصل بين مؤسسات الدولة، بين الجيش من جهة والسلطة السياسية وأجهزة الاستخبارات من جهة. وهذا يعني مع إقرار في أول حاجة إقرار بالفشل، وثاني حاجة يعني نوع من التبرئة وتبرئة الذمة من هذا الإخفاق. أيوب، وحول التقاعد نتاعو، حول كونه أعلن مع نص الليل بشوية أنه باش يطلب إحالته على تقاعد، شنو فهمك لهذا؟ يعني على كل انا نظن انه هو المحاله يعني هو القرار هذا راه ماهوش بيد السيد رشيد عمار. اذا تعرفوا ان السيد رشيد عمار يعني بلغ السن الاقصى المسموح له قانونيا وجدد برشا مرات في 24 مارس 2012 بلغ سن 65 سنه، وبالتالي لا يمكنه تجاوز هذا السن. وبعد 65 سنه هو يفقد صفته العسكريه، ينتج القانون الاساسي المنظم المؤسسه العسكريه، يفقد صفته العسكريه، وبالتالي لا يمكن له ان يكون رئيس اركان جيوش بعد هذا التاريخ. ولكن في طوال هذه الفتره كان هناك يعني نجم نقول كان هناك نوع من الفراغ القانوني، وكان هناك خرق واخلال بهذا القانون. هذه اول حاجه. ثاني حاجه نحب نرجع وناكد على المساله هذه، وانه انا نظن انه الناس والمسؤولين السياسيين، مسؤولين في السلطات العموميه في المؤسسات اللي تسير الدوله لازم تتحمل مسؤولياتها. انا نظن انه هذا الإخفاق في المعركة ضد الإرهاب هو إخفاق مشترك بين كل مؤسسات وسلطات الدولة، سواء كانت الأمن الداخلي، الاستعلامات أو المخابرات أو المؤسسة العسكرية. يعني مثلا أنه السيد رشيد عمار هو من بين الأشياء التي يذكرها يذكر يعني أحداث سليمان في 2006 ويربط هذه الأحداث بأحداث 2006، وكأن ثم هناك نوع من إقرار بفشل هذه الحكومة مقابل نجاعة ونجاح حكومة يعني بن علي في 2006، فبالتالي هو يلقي بالنوع من اللوم على حكومة الترويكا التي فشلت على المستوى الاستعلاماتي، وأقر بأن الجيش يعني المؤسسة العسكرية كانت على أهبة وكان بإمكانها انهاء يعني هذه المعركة في الشعب وحسمها، ولكن المشكلة هي كامنة في الاستعلامات وفي مدى إرادة، وهنا نوافقوا على الحقيقة نوافقوا مدى إرادة السلطة السياسية في التنسيق ومساعدة المؤسسة العسكرية. واضح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهنا اللي أنا الحقيقة معناتها نستاء ونتأسف للكلام سيد رشيد عمار اللي يتكلم على خطر صوملة يعني تونس، وهناك يعني نوع من الخطاب الترهيبي والخطاب التخويفي من مستقبل تونس، وكأنه سيد رشيد عمار إذا كان هو سيستقيل يعني تونس ستسقط في خطر الإرهاب وخطر الصوملة وسيحدث فراغ إلى آخره. أنا أقول أن الأشخاص تذهب والمؤسسات تبقى. علينا اليوم أن يعني نستوعب الدرس من هذه المعركة ومن هذه الإخفاقات لكي لا تتكرر. السيد رشيد عمار سيمشي ربي يوفقه يعني، وربي يعني كيش نقولوا يعني يوجهوا خير ولكن المؤسسة العسكرية نعم يوجهوا خير، لكن المؤسسة العسكرية ستبقى. علينا يعني المضي نحو مزيد من المأسسة ومزيد من ربط يعني اللحمة بين مؤسسات الدولة بالاستعلامات يعني الفرق اللي هي معناتها تقوم بالدور العملياتي، باش من نزيدوش في تفكك هذه الدولة ويعني الحيلولة دون نجاح ومزيد تغلغل هذه يعني الفرق الإرهابية. واضح أيوب. أخيرا يعني حاجة بسرعة أيوب لما اتصلت بالتونسية البارح أنا كان عندي 3 أسئلة حبيت نوجههم يعني السيد رشيد عمار. هو أولا يوم 14 جانفي في الحقيقة هو لم يجب يعني عن تساؤلات الناس بأنه يوم 14 جانفي الفضاء الجوي كان تحت سلطة المؤسسة العسكرية، ولكن تم السماح لبن علي للفرار من تونس. بالتالي لماذا سمح السيد رشيد عمار والمؤسسة العسكرية القيادة العسكرية بفرار بن علي؟ ثاني حاجة القناصة
وأنا في 15 جويلية تحدثت عن القناصة وقلت لماذا لا تتم إحالة ملفات الشهداء والقتلة على القضاء المدني، لأنه القضاء العسكري يبدو أنه طرف في المسألة ولا يمكن أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت. وآخر حاجة ذكرتها هو المؤسسة العسكرية ككل مؤسسات طالها الفساد طوال فترة بن علي، فهل طهر الجيش نفسه أو هل هناك برنامج لتطهير المؤسسة العسكرية من كل القياديين اللي ساهموا في أحداث 78 أحداث 84 91 و2008؟ المؤسسة العسكرية ليست فوق المحاسبة وليست فوق المساءلة، ولن تكون هناك ثورة طالما أن الإصلاح لم يشمل كل المؤسسات. واضح الفكرة. شكرا أيوب المسعودي.